السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نباح الكلاب اليوم غريب. من جيت صالي ساعة تقريبا وأسمع الكلاب تنبح. نباح مو عادي ومو مألوف. بالعادة كلب واحد ينبح، الحين شوفوا فيه تقريبا 5 كلاب ينبحون زي ما انتم سامعين. طبعا يقولون إذا نبح الكلب معناته إن في جن بالمكان أو شاف جن، عكس طبعا الديك. يقولون لو صيح الديك معناته شاف ملك من الملائكة. وقصة هذه اللي برويها لكم جاء طاريها على سالفة الكلاب اللي تنبح. الله يعزكم إن شاء الله. يقولك في قديم الزمان وسالف العصر والأوان. دقيقة خليني أشرب مي. زمان كان فيه 2 زوجين وعندهم البنت. طبعا البنت وحيدة أمها وأبوها، يعني جابوا البنت هذه وعقبها ما جابوا لا ولد ولا بنت، يعني كان فيهم مرض أو شيء، عقم ما شابه ذلك. في يوم من الأيام جتهم بنتهم قالت يبا يما يا أخي بنتهم بس قاعدين بالبيت، خلونا نطلع نستانس نشوف الدنيا. قال الأبو أبشري والله ولا يهمك، بكرة جهزي أغراضك أبى أطلعك للبر وتستنسين وتشمين هوا وتستمتعين بوقتك. جاء اليوم الثاني ونفذ الأبو وعده، وطلعوا هو وزوجته وبنته الوحيدة إلى البر. وهو بالطريق تعطت عليه السيارة، تبنشر الكفر، فعلى ما صل على الكفر ذا أخذ له 2 ساعة. بعد ال2 ساعة مشى كمل طريقه يبي يروح للبر. الحين الوقت صار متى؟ الحين الوقت قريب الليل. طبعا هو يسولف البنت يقول والله شوف لو الدنيا تلي الليل أنا وعدتك طلعت خلاص طلعت ونست. لا والله لو ننام بالبر يا بنتي. يا أخي يزينا الوالدين إذا يبونسون عيالهم. الله، بعض الوالدين والله العظيم إنهم يقصرون على حالهم عشان يسعدون أبنائهم. الأب نفسه بوناسة عياله مستعد يخسر الدنيا كلها ولا يشوف ولد من عياله متضايق. الله يخلي لكم طبعا أبهاتكم وأمهاتكم. ونكمل القصة. وصل الليل البر مكان كويس، على قولتهم مكان شي يسمونه والله أنا ما أعرف بالبر تخبرون، زي يقولون زي شو اسمها أعوذ بالله من الشيطان، فيضة. هاك الفيضة الزينة. وينصب الأبو خيمته ويسوون عشاهم ويستنسون. طبعا لاحظ شيء الأبو والبنت كلهم طبعا لاحظوا إن في صوت انباح كلاب. طبعا أول ما سمعوا عادي كلب ينبح إيش المشكلة، لكن يقول يمكن حول 20 كلب ينبح. واستغربت وخفت بنفس الوقت، لأني أدري إن الكلاب تنبح. بعض الكلاب تنبح، يعني بعض نباح الكلاب يكون إنه شايف أعوذ بالله من الشيطان جني فينبح من هون المنظر الكلب. المهم بنته قالت يبا بيتمشي، قال لها هاي وين يا بنتي تمشين لحالك بهالبر، خليك هنا وبكره ان شاء الله نقعد الصبح وتمشين. قالت والله يبا ضايق خلقي يرحم والديك، ماني مبعده بس يعني
بعد الجبل هذاك وارجع. قال طيب انتبه. طبعا عين على بنته هو الرجال هذا، خبروه يعني اذا الولد ينخاف عليه بلبش، كيف بنت؟ والله يهدينا بنات يعني يضوعن بعضها بس لا تضيع. المهم عينه على بنته، خايف عليها شوية لبنته اختبت. وين البنت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ويقوم يركض ويصوت لها وما في صوت. يا بنتي ايش بلاي يا بنتي يا فلانة، خل اعطيكم اي اسم، يا مثلا يا فهدة، يا فهدة، يا فهدة، لله ما في صوت، كأنها فص ملح وذهب. ويصيح والأم تصيح يا فهدة يا فهدة وينك يا بنتاي، ما في صوت، وكأن الأرض انشقت وبلعت فهدة. طبعا الله لا يوريكم، ترى إذا حد ضاع ولده أو شيء أقسم بالله يصير، ترى الإنسان يصير مثل المجنون، والله العظيم يصير مثل المجنون. أذكر أحد أصدقائي مرة ضاع ولده، أقسم بالله إن أنا أعرف الرجال يعني شخصية وتكانة وهالمنطق الزين، والله العظيم ضاع ولده إني شفت الرجال هذا كأنه مجنون، بسم الله الرحمن الرحيم، كأنه مجنون فعليا. المهم طبعا ما ناموا الليلة الأب والأم، يعني كيف ينامون وبنتهم ضايعة يعني ما تجي، الين طلع الصبح، من طلع الزراق الفجر ويدورون، ويروح الأب ويصعد الجبل ويلقى بنته مغمى عليها فوق الجبل، إلا البنت شعرها أبيض. جاب مي الأب وكب عليها، قام يضربها، صحت البنت ويحضنها، وتجي الأم تحضن بنتها، وينك انتي؟ ليش شعرك أبيض؟ ليش؟ ايش فيه؟ قالت طبعا البنت تسولف هي خايفة، وانا امشي امس جاء جو شخاء ناس شكلهم مرعب وسحبوني، يقولوا كأني طرت، تقولوا كأني طرت ودوني مكان زي عالم ثاني، إلا عالم كله جن، وليش أبوك تسومس جاونا هنا وأذونا بمكاننا وقعدوا يحققون معي وقعدوا يخوفوني. وبنت طبعا قامت تحضن أمها وأبوها، فرحانة وخايفة بنفس الوقت، فرحانة إنها لقيت أمها وأبوها. قالوا يا بنتي شعرك ثبت، قالت والله شعري أبيض الظاهر من الخوف، لأني خفت خوف مو طبيعي. المهم الأم تبكي وتحضن بنتها، لا الحمد لله إنك بخير، عادي لو شعرك أبيض، الحمد لله إنك بخير، أنا أصبر لك شعرك أخليها أسود، الحمد لله يا رب، الحمد لله. ويقول الأبو يلا ضفوا أغراضكم، ونذر طول عمري ما أطب بر بحياتي. رجعوا بيتهم، طبعا البنت ظلت بحالة نفسية يمكن يقول لمدة 5 سنوات، من شيخ لشيخ، من دكتور نفسي، لين الحمد لله البنت صارت يعني مضبوطة. نرجع صوت نباح كلاب، دائما استغرب إذا سمعت نباح كلاب كثير، تعوذ من الشيطان، لأن غالبا يكونون شايفين جن، الله يكفينا الشر وياكم. وأتمنى منكم أنكم تدعمون قناتي. طبعا مو أسلوب أني أطلب متابعين، لكن أنا حاليا عندي 2000 ساعة مشاهدة، باقي لي 2000 ساعة مشاهدة ثانية عشان أطلع ربح من اليوتيوب. والله يرزقنا وياكم، ومع السلامة.